اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. شوفي بقى لما يكون نفسك في فطيره شرقي وتكون بالسقوق وتعمليها في البيت وكمان تطلع معاكي احلى ب100 مره من اللي بتجيبيها من بره. حاجه كده طعمها يجنن وريحتها فظيعه. تعالوا نعملها مع بعض بطريقه سهله طبعا. مكوناتها بسيطة، تعالي نشوف عملناها ازاي. اول حاجة كده معانا هي ان احنا هنعمل العجينة بتاعتنا عشان تلحق ترتاح. معانا كده كمية من الدقيق، اي كمية انت حابة تستخدميها، ومعايا ربع معلقة من الملح، وكمان معلقة من السكر، ونص معلقة من البيكنج باودر. وابتدي اعجن فيها بقى العجينة بتاعتي، واطلع بقى غلبي، واطلع همي، واطلع كل حاجة في العجينة دي لحد ما نفسيتي ترتاح كده وبقى ريلاكس خالص. طبعا بقى انت بقى زهقانه من العيال، زهقانه من ابوهم، زهقانه من ظروف الحياه، طلعي غلبك في العجين، طلعي. هو مش قدامك غير الحل ده. هنفضل بقى نعجنها لحد ما تبقى معانا عجينه طريه تتلمي كده معانا، يبقى الطبق معانا نضيف مفيهوش اي دقيق خالص، والعجينه بتاعتي تكون طريه وكمان ما بتلزقش في الايد. يعني هنفضل نعجن فيها كده ونطلع فيها همنا وغلبنا من الحياه فيها لحد ما تطلع معانا العجينه الطريه بتاعتنا. بتفضلي تلتي وتعجني فيها لحد حوالي 10 دقايق كده لحد ما تبقى معانا عجينه طريه زي ما قلتلك وناعمه. انا فصلت الكاميرا وفضلت اشتغل فيها لحد ما عديت حوالي 10 دقايق كده ولقيتها عجينه طريه معايا. اول ما لقيتها طريه كده وحلوه ركنتها بقى على في الطبق ده، وابتدي عشان اشكلها. ممكن تسيبيها ترتاح شويه او ممكن تشكليها على طول. انا شكلتها على طول وقلت هسيبها ترتاح لوحدها كده براحتها لحد ما اجهز بقيه حاجتي. هبتدي بقى اكورها. حطيت الاول شويه زيت في الطبق بتاعي، وابتدي بقى اكور العجينه بتاعتي على قد الكره اللي انا محتاجاها. طبعا بقى الفطير الفلاحي بيكون الكره بتاعته صغيره، لا دي انا بقى الكره بتاعتي هتبقى متوسطه، لا هي كبيره ولا هي صغيره، تكون حجمها حلو كده. ابتدي بقى اكورها التكويره اللي انا محتاجاها واخلص العجين بتاعي كله. طبعا انا حطيت شويه الزيت علشان العجينه بتاعتي ما تلزقش في الطبق. امسك بقى العجينه بتاعتي واحده واحده كده واكورها تكويره حلوه كده. اهم حاجه ان انت تلميها كويس زي ما انتم شايفين كده. هكور بقى العجين بتاعي كله كور واسيبها بقى ترتاح. كل ما بتسيبها ترتاح كل ما بتديكي نتيجه حلوه. هنا خلصت بقى الكميه بتاعتي كلها زي ما قلت لكم. هحط بقى على الوش كده شويه زيت واغطيها. اضغطيها بقى بفوطه، اضغطيها بورق فويل بتاع ده بستريتش، اي حاجه انت حابه تغطيها بيها غطيها. انا هغطيها بستريتش واسيبها ترتاح على الاقل خالص حوالي نص ساعة او ساعة على حسب ما اجهز الحاجة بتاعتي. هغطيها بقى بالاسترتش زي ما انتم شايفين واسيبها بقى ترتاح. وكمان هغطيها بفوطة علشان ترتاح وتاخد راحتها كده. تعرفيها ارتاحت ازاي؟ لما تضغطي عليها وتلاقيها بتمط كده معاكي. تعالوا بقى على البوتاجاز علشان نبتدي نجهز بقى بقيه حاجتنا. معايا طاسه هحط فيها معلقه واحده بس زيت. طبعا السجق بتاعك بيكون فيه ماده دهنيه او بيكون فيه دهن من ال عند الجزار حطه فيها في السجق. انا بقى السجق بتاعي ما كانش فيه دهون كتير، اضطريت ان انا ازود كمان شويه زيت. هشوح بقى السجق بتاعي من غير اي حاجه خالص، مش هحط عليه غير حاجه واحده بس، شويه ملح وشويه فلفل اسود وبس. هشوحه بقى تشويحه كويسه لحد ما يستوي معايا ويبقى معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه. كده بقى السجق كمان خلص. تعالوا بقى نجهز نشوف احنا العجين بتاعنا ارتاح. وطبعا بقى مجهزه معايا، بضغط عليه كده الاقيها بتمط كده بطه صغيره. طبعا بقى معايا زبده مسيحاها، احط شويه كده في الصينيه عشان ابتدي افرد العجين. ومعايا طبعا بقى مجموعه من الجبن، اي جبن انت حابه تستخدميها، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اي حاجه بستخدميها. انا معايا بقى مجموعه من الجبن. قطعت بقى السجق ومعايا بصل وطماطم وفلفل وكمان زيتون. طبعا كل ده متقطع شرايح رفيعه. وتعالوا بقى نبتدي نفرد العجين بتاعنا. انا ببتدي احط شويه زيت كده او بتاع سوري زبده، وابتدي افرد كده نص فرده لحد ما العجينه بتاعتي تبقى مفروده نص فرده. واجيب كره تانية عشان افردها. يعني بحب اسيب العجينه ترتاح شويه وارجع لها تاني. فردت كده نص فرده. هجيب بقى كره تانية بقى وافردها في حته فاضيه تاني جنبي علشان تلحق ترتاح. كل ما بتسيبي العجينه ترتاح كل ما بتلاقيها بتبتدي بقى تفرد معاكي بطريقه حلوه جدا. انا زي ما انتم شايفين كده اخد واحده افردها واسيبها ترتاح شويه وارجع ارجع لها تاني.
بالطريقه ديت بتبقى معايا الفرد سهل، وبيسرع معايا طريقه الفرد، وما بحتاجش ان انا افضل بقى افرد فيها كتير، لانها لما بترتاح كل ما بترتاح كل ما بتفرد معاكي بكل سهوله. دايما بيقولوا ان انت عايزه تعرفي العجين ده الدقيق ده كويس، تعرفيه لما تعجني بيه فطير. هو ده اللي بيطلع معاكي نوع العجين نوع الدقيق يكون كويس. انا الدقيق بتاعي حلو، مديني براح كده ان انا استخدمه في اي حاجه انا عايزاها. بفرد كده بالراحه واحده واحده لحد ما تديني الحجم اللي انا عايزاه واتفردت كويس. بطبقها كده بقى واجيب الصينيه بتاعتي علشان افردها فيها. دي اسهل طريقه ان انت تفردي تنقليها من حاجه لحاجه. انا زي ما انتم شايفين كده في منتهى السهوله نقلتها من الترابيزه، حطيتها في الصينيه. ابتدي افرد التانية بقى، بس قبل ما ابتدي افرد فيها اجيب واحده كمان وابتدي افردها نص فرده زي ما انتوا شايفين كده. كده بيسهل معايا الدنيا خالص. لو انت بتعملي كميه كبيره من الفطير هتسهل معاكي الدنيا خالص، هتبقى معاكي سهله وبسيطه وتتحركي بسهوله خالص وسط العجين بتاعك. شايفين الجمال بتتفرد معايا بكل سهوله ازاي. هو ده نوع الدقيق الكويس. هطبقها برضو وانقلها زي التانية بالظبط. انا هحط 3 رقات تحت و3 رقات فوق زي ما طبعا بقى على حسب انت حابه تستخدمي كام واحده تحت وكام واحده فوق. انا هستخدم 3 تحت و3 فوق. هفردهم بقى، افرد التالتة كمان. وطبعا بقى ما بين الرقات بنزل بالحشو بتاعي. هفرد الاول الطبقه اللي انا هحطها، وارجع تاني افرد في اللي انا بعملها. طبعا انا حطيت 2 وحطيت حطيت 2 وهحط التالتة كمان، ويبقى كده انا حطيت 3 رقات تحت، حطيت 2 وادي التالتة كمان هحطها. ويبقى كده بس بقى ما بين الرقة والرقة بحط رشة زبدة صغيرة كده خالص. بس بريح بقى العجينة في الصينية كده، وابتدي بقى اجيب الحشوه بتاعتي اللي هحطها. حطي بقى اي ترتيب انت حابه تحطيه. انا هحط السجق وهحط فوق الخضار اللي انا مقطعاه، الفلفل والطماطم والزيتون والبصل. طبعا الحشوه اللي انت حابه تستخدميها بتستخدميها. انا حطيت كده شويه في تحت في الحشوه وحطيت سبت شويه كده فوق كده يزينون الفطيره بتاعتي من فوق. طبعا بقى الحشوه اللي انت حابه تستخدميها بتستخدميها. انا حطيت الحشوه اللي انا حباها. زي ما قلت لك الحشوه اللي انت حابه تستخدميها استخدميها، شيل بس شويه على الوش كده زي ما قلت لكم علشان يديني الوش الفطير اللي احنا بنشتريه من بره دايما. هلم بقى الجناب، بس هنا بقى انا نسيت ان انا احط الجبن، فهضطر بعد ما هفرد الرقه اللي انا هحطها فوق هحط الجبن تاني. بعد ما لميتها كده ده انا ما حطيتش الجبن. اوبا. طيب نركن دي بس الاول على جنب، ونبتدي نفرد كمان واحده اللي انا هحطها على الوش، وبعد كده نبقى ننزل عليها بالجبن بتاعتنا. شايفين العجينه بتاعتي لينه ازاي وطريه حلوه جدا، حلوه جدا في الفرد بتاعي. نوع الدقيق ده رهيب. هفرد بقى الرقه اللي انا هحطها فوق زي ما قلت، ونجيب بقى الصينيه بتاعتي تاني وابتدي احط الجبن. هشيل بس التانية اللي انا حطيتها. انا طبعا لما لميتها كنت نسيت خالص ان انا احط الجبن بتاعتي، فهبتدي اشيلهم تاني وارجع تاني احط الجبن اللي انا محتاجه ان انا احطها. انت ده انا حطيت جبن ميكس من كله، موتزاريلا على شيدر على رومي على بصي مدلعاها اعلى دلع. انت بقى ممكن تحطي اي نوع جبن. بس هحط بقى الرقة التانية، الرقة اللي انا فردتها بنفس الطريقة بالظبط، علشان لو شلتيها كده ممكن ما تديكيش الطريقة الفردة اللي انت محتاجاها. لكن كده دي اسهل حاجة ان انت تنقليها من هنا لهنا. انا كنت قلت ما احطها ادخلها تحت كده، فقلت لا استنى لما اخلص الرقتين الباقيين وبعدين ادخلها زي ما انتوا شايفين كده كلها تحت مع بعضها، بحيث ان هي تبقى كلها ماسكه نفسها كده واحده واحده، مش هفضل اشيل واحط فيها كده. الفطيره بتاعتي خلصت. هحط بقى الحشوه بتاعتها على الوش، هضغط عليها بس ضغطه صغيره كده، واحط بقى شويه الخضار الباقيين وشويه السجق على الوش كده عشان يديني الطعم الهايل والشكل الحلو. حطيت الخضار اللي فاضل وكمان السجق وكمان شويه الجبن اللي فاضلين، وكده الفطيره بتاعتي جاهزه ان هي تدخل الفرن. بس هسيبها ترتاح حوالي 10 دقائق وبعد ما تطلع وادخلها الفرن. اول ما تطلع من الفرن بقى شايفين الجمال، حاجه كده في منتهى الجمال، ريحتها رهيبه وطعمها يجنن. وشايفين الطراوه طريه خالص من جوه. دي بص دايبه كده، دايبه دايبه دايبه.
انت نجيب بقى السكينه بقى، اي حاجه عايزه تقطعيها. انا جبت بقى المخرطه بتاعه الملوخيه كده، وقلت اعمل بقى زي المحلات، وابتدي اقطعها. شايفين الجمال؟ تحفه، في منتهى الجمال. جربيها وهتدعي لي. حاجه كده في منتهى يعني مش عارفه اقول لكم، جباره جباره جباره، طعم وريحه رهيبه. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم. وتعالوا بقى نقرب كده ونشوف الجمال والروعة دي. استمتعي كده وانت بتتفرجي، وكمان وانت بتاكلي. حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين؟ طعم وريحة جبارة. وكمان بصوا دايبة كده، بس هي سخنة، انا مش قادرة امسكها عشان هي سخنة، والجبنة كده سايحة كده جواها، وكده في منتهى الروعة. يا ريت بقى ما تنسونيش بقى في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميلة الحلوة اللي دايما بتساعدني. وتعالوا نشوف بقى الروعة ديت وجمالها عاملة ازاي. بصوا شايفين الجمال؟ تحفة تحفة تحفة. حاجة كده انا مش قادرة اوصف لكم طعمها عامل ازاي. نشوف واحدة تانية، نشوف الحرف. يعني هي من ده من النص وده من الحرف. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. هتنبهروا بيها بقى. اشوفكم في فيديو جديد. باي.